بيهم، انما اللي يجي جنبهم اكله بسنين. سر التعاون ما بينك وما بين الاستاذ رؤوف والنجاح المستمر دايما ما بينكم؟ الحمد والشكر لله. الحقيقه بينا كيمياء ومتفاهمين جدا جدا. بحس ان احنا شبه بعض كبني ادمين. يعني فينا من بعض كتير. هو بيحب شغله وانا بحب شغله، وهو مجتهد وانا مجتهده، والحمد لله من الفراغ لسر الهي. اقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه، ويا رب دايما ناجح وراضي ويحفظ لك ولادك ودايما في نجاح. الدكتوره الاثنين كانوا صعبين، مشاهدين كانوا صعبين يعني، بس يمكن روح البنت وجعني اكتر لانه كان مشهد مؤثر، ولانها ما شافتش بنتها وهي بتموت وما قدرتش تكفلها. ده كله كان في دماغي وانا بعمل المشهد. اصعب مشهد بقى كان بالنسبه لك من المشاهد اللي سجلتيها؟ لا، اصعب مشهد انا بقول انه اصعب مشهد بالنسبه لي بعد موت البنت وموت الاستاذ احمد بدير في المسلسل هو مشهدها في اللحظه اللي هو اللي كان الحلقه امبارح، وهي قاعده على سجاده الصلاه وهي بتكلم ربنا وقررت انها تعصي. ده اصعب مشهد. الدكتوره لسه مشهد اعلامي دكتور اشرف زكي دايما في كل الاعمال كلميني. بشوف الحمد لله انه انا ناجحه، الحمد لله عامله مسلسل حلو، الحمد لله اجتهدت وربنا اكرمني بالاجتهاد. تقولي المسلسل مأثر عليك بعد ما تخلصي رمضان هتتفرجي على مسلسلات؟ اكيد هتفرج على مسلسل الحشاشين، اكيد هتفرج على عتبات البهجه الاستاذ يحيى طبعا. ميرسي شكرا. يلا صف يلا صف يلا صف.